بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة في شبكة السلام الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحاب شهر رمضان المبارك، وفي حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. عنوان الحلقة اليوم سيكون نحن والقرآن الكريم، وسنستضيف في دردشة قرآنية وتأملات وسيرة ذاتية عطرة. سيكون معنا الحافظ لكتاب الله الأستاذ فخر الدين عبد القادر أبو بكر حدقي، وهو المشرف على مدارس الجاليات الإثنية في ولاية فيكتوريا بأستراليا، أي في مدينة ميلبورن. أرحب به وبكم سادتي المشاهدين. بعد قليل نبدأ الجلسة القرآنية بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، أحييكم تحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في رحاب هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. اخترت أن يكون عنوان حلقة اليوم نحن والقرآن الكريم، بما أننا في هذا الشهر، شهر القرآن وشهر الصيام والقيام. وكما نوهت، نرحب باسمكم جميعا بحبيبنا وعزيزنا الأستاذ فخر الدين عبد القادر أبو بكر حدقي، مسؤول أو المشرف على مدارس الجاليات الإثنية بولاية فيكتوريا في أستراليا بمدينة ميلبورن. شيخنا العزيز، أستاذنا وحبيبنا، نرحب بك بكل آيات الترحيب الذي يليق بمقامك، وأهلا ومرحبا بك. حياك الله أستاذنا الكبير الإعلامي محمد شريف على ما تقدمه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بكم وببرنامجكم الجميل هذا، الله يجزيك خير. جزاك الله خير. اسمح لي قبل أن نستمع وإياك من حضرتك بصوتك الجميل آية من الذكر الحكيم، اسمح لي أن أقرأ هذا الحديث المروي عن خليفة المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله ورحم شهداء أمة الإسلام الخلفاء الراشدين والتابعين ومن بعدهم. أخرج الترمذي والدارمي وغيرهما عن طريق الحارث الأعور عن علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الحبل المتين وهو الذكر الحكيم، وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كما أخرج الدارمي عن حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. بهذا المفتتح أخي العزيز فخر الدين عبد القادر، الذي عرفته في هذه المدينة، عرفته رجلا قرآنيا ورجلا خدوما وحافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ارتأيت أن نجلس وإياك حبيبنا العزيز، فما رأيك أن تشنف أسماعنا بشيء من آية الذكر الحكيم بصوتك الجميل؟ تفضل أستاذنا العزيز فخر الدين عبد القادر. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. أحسنت وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير عما أسمعتنا إياه من كلام الله عز وجل. المشاهدون الكرام، التحية لكم مجددا عبر فريق العمل في قناة سلام الإعلامية التي دوما نتشرف أن نطل عليكم من خلالها. ومعنا اليوم حبيبنا وعزيزنا وأستاذنا وشيخنا فخر الدين عبد القادر أبو بكر حدري. أستاذ فخر الدين، يعني لعل من المهم أن يتعرف عليك المشاهد الكريم ويتعرف على سيرتك الذاتية. ففي إيجاز، من هو العبد لله فخر الدين عبد القادر؟ معكم فخر الدين عبد القادر أبو بكر حدقي. طبعا أنا من مواليد بورسودان، لكن كانت في جدة، يعني من أبناء جدة مدائن الفهد، وهذه يعني ترعرعت فيها. ثم ككثير من الاثنين الفضلاء وصلنا أستراليا في عام 1997. وكما ذكرت أنا أشتغل مع وزارة التعليم، تابع لوزارة التعليم في تعليم اللغات، ومن أكثر من 17 سنة متزوج وعندي أطفال 4 الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. بس للمعلومة، أنت دخلت يعني عمرك عام واحد من بور سودان إلى مدينة جدة من البحر، يعني عديت البحر يعني. نعم، فردة كعب على قولهم. نعم نعم نعم. وأنت جداوي بور سوداني. أحسنت. نعم جميل جدا. حبيبي العزيز، زمان في المعاهد الدينية الإسلامية في إريتريا وتحديدا في معهد أبورداد كنا وأنا والله شرفت الحمد لله لي سنة واحدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقامنا بها، سنة واحدة في المعهد. كل هذا الخير الذي نعيشه الفضل يعود للمعهد بعد الله سبحانه وتعالى، ولشيخي وأستاذي ومؤسس المعهد الشيخ عبد الله الزوز، أسأل الله سبحانه وتعالى، والفريق الذي كان معه الذين جاهدوا في الله حق جهاده، لم يتوانوا في نشر هذا الدين، بل كانوا جبهة
كبرى لتعليم الناس أمور دينهم. له الرحمة والمغفرة، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله، الشيخ عبد الله الزوز. في هذا المعهد أخي العزيز كان نشيد في نهاية العام في الاحتفال، فكان الطلبة ينشدون ونقول: إلى الأمام، إلى الأمام يا جنود القرآن، القرآن القرآن مبعث للإيمان، هذب الإنسان ذلك القرآن، نحن جنود القرآن في زمان ومكان. بالله تخيل يا أستاذ فخري هذا النشيد، يعني مدينة أغرداد كانت تستمع له كل عام، والمدينة كلها تجي. فبالله شيخ فخري، في برنامج مع اللغة العربية ونحن والقرآن الكريم، منذ متى بدأت تتلمس طريقك في كتاب الله، أشرف الكتب وكلام الله سبحانه وتعالى؟ جزاك الله خير أستاذنا الكبير. أولا يعني لو تسمح لي إني، وهذا ليس تواضعا، أن أقول إنه أنا لست يعني أقل من أن يعني أتكلم عن القرآن أو عن تجربتي مع القرآن، فأنا يعني أقل من ذلك بكثير، لكن أحببت من منبرك هذا إني أوصل للمستمعين إنه سبحان الله إذا أنا يسر لي أن أتم يعني الحفظ، فهذا معناه إن شاء الله يعني كل من له حب وطموح في أن يحفظ كتاب الله فهذا الأمر يعني ميسر. وبداياتي كانت سبحان الله يعني في جدة، فما شاء الله تبارك الله مساجد يعني جدة حواريها وشوارعها كلها مساجد، وتمتاز جدة وقراء أئمتها يعني يعني جمال الصوت، يمكن يعني تدقيقهم في التجويد وكذا ليس بقراء مصر ما شاء الله تبارك الله، لكن عندهم صوت جميل، فهذا أي يعني طفل يعني يجذبه. فكان سبحان الله كنا نحضر يعني حلق القرآن وتحفيظ وكذا. لكن كانت بداياتي هنا في استراليا في ملبورن مع إخوة يعني إخوة فضلاء، يعني كان عندهم في بداية الالتزام، وكانوا يعني عرفوا أن أول ما يبدأ به الإنسان في طريقه إلى الله أن يعني يكون له شوية من القرآن، يعني إذا لم يعني يستطيع أن يحفظ القرآن أقل شيء يبدأ بشيء. فكانت بدايتنا من جزء عامة، ثم تبارك، ثم ما شاء الله تبارك الله لما الجزء الرابع أو الخامس، ثم يعني تشجعنا أن نبدأ من الأعلى، فبدأنا البقرة آل عمران والنساء، فرأينا أنه ما شاء الله تبارك الله المسألة هينة وليست بذاك بالصعوبة، وإن كان يعني رب العزة قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فرأيناها رأي العين. وعرج أن أقول سبحان الله حفظ القرآن هذه مهارة يعني بالتدريب بإذن الله تعالى. يعني إذا كان الإنسان في بداية الأمر يعني يحتاج مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة حتى يحفظ صفحة، فسبحان الله مع الاستمرارية في الحفظ تجد نفسك إن ممكن صفحة كاملة في 4 دقائق ممكن تحفظها، ثم أكيد تحتاج منك أن تراجعها كثيرا حتى تثبت الحفظ، لكن مبدئيا أن تحفظ. كان سبحان الله يسر لنا. ثم من الله علي أن وقعت على شيخ فاضل، وهو من أحفظ القراء في استراليا أقدر أقول. وسبحان الله من مميزات هذا الشيخ وهو الشيخ عيسى موسى، الشيخ الصومالي الفاضل، نحيي هذا الشيخ الجليل. نعم، أحد أئمة يعني من مجلس الأئمة في فيكتوريا. وهذا الشيخ سبحان الله من مميزاته الجميلة أنه تسمع القرآن كامل خلفه، يعني قلما ترى مسجد الإمام يكون يقرأ ختمة، هو دائما من بداية المصحف لما النهاية ثم يرجع، هذا دأبه في السنة كلها. فمن يصلي خلفه لازم يمر على الكتاب، يعني على القرآن كاملا أقل شيء 3 مرات في السنة. فسبحان الله جزاه الله خير شيخ، يعني رأى فيها شيء. الصلوات الجهرية، في الصلوات الجهرية نعم هو دائما يقرأ. نعم فما شاء الله تبارك الله تسمع القرآن منه، يعني كل السور القرآن تسمعها منه، يعني جزاه الله خير. فمن الله علي أنه يعني أعطاني من وقته، فكان سبحان الله خصص لي وقت بعد صلاة الفجر كما فتح الله عليه. فكنا أبدأ يعني ما أنت عارف مع العمل ومشاغل الدنيا يوميا، مش كده أستاذ فخري؟ بعد كل صلاة الفجر تجلس إلى شيخك؟
نعم ناخذ بعد اخذ بيده، هو طبعا ضرير فاخذ بيده ونرجع للخلف، وكما فتح الله علينا نفس صفحتين 3 4 ومشينا استمرنا على هذا الامر ما يقارب السنتين وزياده شويه، فالحمد لله. فهذه كانت ختمه كامله، ثم مع اخوه فضلاء كما قلت لك. وهذا انا يعني انصح اخواني اللي مثلا يعني حبوا انه مثلا يدخلوا في مضمار حفظ القران وكذا، ان يكون لهم اخوه يعينوهم في هذا الامر، لانه الهمم يعني كما هو معروف تضعف وتحتاج من يساعدك وكذا. فكنا يعني نقرا كل اسبوع مثلا نصف جزء، هذا معناه 10 صفحات. يعني الاخوه اللي شغالين وكذا مره صعب عليهم، خاصه في بعض الاخوه كان من باب التحفيز، فكان اخوه يعني ليسوا بحفظه، فهذا الحفظ جديد عليهم. فكان استمرينا وما شاء الله وختمنا، وفي ايام الكورونا عن طريق الزوم، فما شاء الله كمان كان لنا ختمه. وها يعني يا سلام. لكن تثبيت الحفظ هذا يعني اسال اخواننا يعني يبغى له جهد وهمه، وللاسف يعني نحن يعني ضعفت همتنا في هذا الامر، لكن يا الله سلام. وكانت لك اجازات كمان من شيوخ اخر استاذ طبعا فخري؟ شيخنا هذا الامر مهم جدا، وهذا يعني من عون الله علي، انه كانت من البدايه انه يعني حتى استفدنا من السعوديه وكذا ودراستنا السعوديه وكذا، انه الواحد كان اللهم لك الحمد مخارج الحروف وكذا ما كان عنده هذا اللحن الجلي في المخارج وكذا. وعلمونا شيوخنا، وكما نص عليه امامنا الجزري، قبل الشروع في حفظ القرآن يجب أن يعرف الإنسان يضبط مخارج الحروف حتى لا يعني تكون القراءة ركيكة وكذا وفيها خلل. يعني فيقول في مقدمته، في المقدمة الجزرية: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات وكذا. وفي موقع ثاني يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. فهذه الأمور كانت واضحة لدي في البداية، لازم أنا يعني، وهذا العلم بالمناسبة ما يتحصل عليه الواحد إلا أن يعني يلتزم المشايخ والقراء ويجلس، ايوه نعم. وإلا يعني أنت تقرأ وكذا. ويعني من الظريف أن يقول الإمام الزيات كان يعني سمي بالزيات لأنه كان يقرأ على بنفسه يعني، فقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، لا طبعا زمان ما كان منقط، فقال لا زيت فيه، فضحكوا عليه، ثم صار أحد كبار القراء. فكان يعني شيخه نفس كتابه أو نفسه يعني هذا ضاع. فاللهم لك الحمد، نحن في استراليا كان جاء شيخ رحمه الله المفتي الشيخ عبد العظيم العفيفي، من اول من نشر هذا العلم التجويد، فجزاه الله خير. كان عندنا معه يعني صولات وجولات في يعني دروس وكذا خاصه. لكن من الله علي في 2018 ان جاء شيخ ازهري، شيخ شرف الدين بيومي. يا سلام، نترحم على الراحل ونحيي شيخ نعم بيومي. جزاه الله خير، فاقرأني القرآن كاملا يعني، واخذت منه اجازه. طبعا اخذت من الشيخ عيسى، قرات عليه القران كاملا من الفاتحه حتى قل اعوذ برب الناس. وهذا الشيخ الفاضل الجليل يعني اجازني في روايه حفص عن عاصم. لا وتقرأ بروايات أخرى القراءة العادية زي ورش؟ والله هو الشيخ كان جزاه الله خير حريص ان اتعلم علم القراءات، وان اودات معه في قانون وكذا، بس كما يعني اسلفت الهمم. نعم، هذا فتح من الله، فتح من نعم الله يختص نعم. به. لكن في اخوه عندنا فضلاء من اتموا القراءات يعني من اخواننا الفضلاء، فما شاء الله اخذوا اجازه في قراءه العشر وكذا. أهله وخاصته. طيب أستاذنا العزيز شيخنا فخر الدين عبد القادر، كده أدينا بإيجاز أهمية الاهتمام بعلم التجويد. وأنت تقرأ القرآن ليس ده كلام الله ونزل كما نزل، نزل به الروح الأمين على قلبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقرأ مجودا. ففائدة التجويد في الحفظ والفهم في نفس الوقت، لأنه في وحدين يخش التجويد هذا
يعني ما يتدبروا كثير، أم بالعكس علم التجويد يخليك تتدبر أكثر؟ كده علاقتك بالمسألة دي؟ شوف شيخنا، أول شيء يعني هم يعني أهل العلم قسموا الأمر هذا إلى قسمين. في يعني ذكروا مسألة مرة يعني تفوت على كثير من الناس للأسف، يعني وأسأل الله أن يعني يبصر الناس بها، اللي هي اللحن الجلي. أنت ممكن تغير المعنى إذا أبدلت حرفا مكان حرف. يعني يقول ابن الجزري: وخلص انفتاح محذور عسى خوف اشتباه بمحظور عصى. شفت؟ محذور محظور، عسى عصى. إذا أنت لم تأتي بالحرف مثلا حرف الصاد وهو من حروف الإطباق، تعطيه هذه الصفة اللي هي إطباق، اللي هي أن اللسان هذا الحلق يطلع فوق، أنت يعني انتقصت منه. وهو يعني لما يعرف التجويد يقول: هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه، أي من الصفات ومن المخرج. فللأسف الناس الذي يعني تفوتهم أنه ممكن الإنسان يكون يعني يأثم، خاصة إذا كان عنده إمكانية أن يتعلم أن يصحح قراءته ولا يجتهد. يعني الواحد اليوم يعني لازم عليه أنه يجتهد في إصلاح قراءته، لأنه حتى ينال الثواب، لأنه الهدف أولا وآخرا هو الثواب. فإذا كان للأسف والله يعني من كم يوم قرأ علينا أحد الفضلاء، يعني كان هو حافظ القرآن لكن شيخه للأسف لم يهتم بالتجويد لذاك الدرجة. يعني كان يعني لأنه هو من أعجمي، هو من باكستان وكذا، فترى اللحن في بعض الكلمات أو بعض الحروف، فهذا خلل يعني. ويعني هذا الجهد كله لحفظ كتاب الله، ثم يأتي على المسألة الإتقان اللي هي المخارج وكذا. وأنا لا أقول نكون كالحصري والمنشاوي، لكن نعم قدر الإمكان يعني. قدر الإمكان. وهذا يا أخي يعني ينعكس في التدبر، في فهم الآيات، في يعني سبحان التفاعل مع الآيات أكيد. نعم كما قال أحد الشيوخ، قال يعني سبحان أتلذذ أنا لما يعني القارئ يقرأ. يعني كلنا نسمع الحصري ونندمج مع القراءة، لأنه غير أنه أداء جميل إلا أنه كمان يعني قراءته سليمة من أي خلل أو لحن، فلذلك أنت تستمتع بها. نعم يعني يصلح قراءتنا يعني. نعم بارك الله فيك. أستاذ فخري، تذكر لنا من أصدقائك من الحفظة لكتاب الله في مدينة ميلبورن، يعني بالذات بارك الله والله أسماء كذا على الأقل يا أخي نحن نتشرف بأن نعرفهم، والمستمع والمشاهد الكريم برضو يتعرف عليهم، لأنه أهل الله وخاصته يعني. جزاك الله خير. والله في مبادرة بالمناسبة من يومين من أحد الفضلاء عندنا في منطقتنا هنا في غرب ملبورن، كان يعني ذكر هذا الباب، ويعني قال: يا أخي نحن عندنا يعني للأسف لأنه الجالية ما عندها مسجد حالة، لذلك ما يعني حفظتنا ما يخرجوا، ما يبانوا، يعني ما هم ظاهرين، لأنه هم دائما في الخلف، لأنه ما عندهم مسجد يأويهم وكذا. لكن عندنا مثلا أخ فاضل اسمه عبد القادر عبد الله، ما شاء الله تبارك الله، مجاز بالقراءات، ماسك المسجد الكبير في السيتي، وهو إمام وما شاء الله تبارك الله، وحافظ كتاب الله، ومن أجمل يعني جميل الأداء. أخوه ما شاء الله تبارك الله عبد الكريم عبد القادر حافظ كتاب الله. عندنا إخوة هند الصافي، عندنا إخوة الأخ عمران عنده إجازة وحافظ كتاب الله. عندنا إخوة في الشمال أنا عارف، عندنا الأخ ناصر آدم، في إخوة كثار ما شاء الله تبارك الله. يعني هذول كلهم إريتريين أستاذ فخري؟ إريتريين، نعم إريتريين، لكن للأسف لأنهم منتشرين. طيب ماذا عن الأخوات الحافظات لكتاب الله؟ والله يا أخي في ما شاء الله تبارك الله على حسب علمي عندنا أخوات حافظات. أنا ما شاء الله. نعم عندنا أخوات كثار مجازات في القراءة كمان ما شاء الله. نحييهن ونحيي كذلك الشيوخ بنون النسوة أو الجماعة يعني. إن شاء الله. طيب أستاذ فخري، يعني مقترح بالله، يعني ليس هنالك أشرف من كتاب الله، وأنت رجل في قلبك هذا القرآن الكريم يعني، ونغبطك عليه ونفخر بك يا أستاذ فخري، وللمرء حظ من اسمه كما يقال، أنت فخر للدين وبارك الله فيك. يعني أليس من الضرورة أن تعملوا جمعية، اتحاد، رابطة حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تتفاكروا فيما بينكم، وأنتم تكونوا نموذج؟ كاين مجموعة صحفية عاملين هنا مجموعة ما بعد
فما بالك في هذا الكتاب العزيز. أحسنت والله يا أخي، هذا زي ما قلت لك أنت يعني جزاك الله وأنا خير. أقترح يعني والله يا أخي هذه مبادرة طيبة، وأنا سبحان الله يعني والله العظيم، ونسأل الله أجره يا ربي. والله شوف، ذكر الأخ محمد أمان هو الذي يعني أنزل البوست هذا قبل من كم يوم وكذا، إنه أين شبابنا هذاك الحفظ القراء؟ يعني للأسف ما في اهتمام. المفروض يعني هذه تكون مبادرة من الجالية الأم يعني أن تنتبه لهم، لأنه بصراحة يعني هذا الأمر يعني هؤلاء هم صدارة المجتمع صراحة، يعني لأنه هذا القرآن يقدم الجالية دي، ما الجالية الحمراء زي ما يقول أستاذ فخري، الجالية سياسة وما سياسة وفيها هنا. يا أخي نحن عبر هذا البرنامج وهذه القناة المباركة ندعوكم، ونحن والله معكم. الله يجزيك حين خير. أنا ما حافظ، لكن أحب أهل القرآن ونحبهم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم والله يا أستاذ فخري. وما في شك أنه إن شاء الله أنا لن آل جهدا إلا أن نرى هذا المجموعة الخيرة المباركة دي اللي حفظ الكتاب الله. أنتم لن تختلفوا في شيء أبدا، ممكن يختلفوا الناس أنتم في صدركم هذا الكتاب الذي وحد الأمم وخلاها في عليين. فبالله يا أستاذ فخري عبر هذا البرنامج نسأل الله إنه ونحن ما حنقيف، أنا أقول لك أين هذه الجمعية ونلتقي بكم إن شاء الله، رابطة جمعية اتحاد أي حاجة إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. وأنا يعني أضم صوتي وصوتك، وبإذن الله تعالى فعلا الواحد يعني نحن لنا لقاء مع الإخوة، لكن يعني ما هم بطريقة منظمة وكذا. كما قلت لك عندنا برضو مجموعة من الحفظة يعني بيحاولوا يراجعوا سوا القرآن وكذا، لكن لعلنا فعلا هي مقتصرة على يعني كم شخص. لكن أظن جاليتنا ما شاء الله تحمل هذا يعني تطلعوا ببرامج لتحفيز وهكذا، وإن شاء الله أحسن. وفي ما شاء الله مسابقة القرآن الكريم الآن ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله من يعني بعض أطفالنا الفضلاء الله يحفظهم يا رب، ما شاء الله من يشاركوا في جزء في 20 و21 جزء، فما شاء الله. نعم هذا شيء مبشر يعني إنه بإذن الله تعالى. المسابقات موجودة كمان، نعم المسابقات الرمضانية وغيرها، هذا جانب مهم. لكن أنتم كحفظة لكتاب الله نتمنى إن شاء الله نشوفكم كده كجمعية بإذن الله. أستاذ فخري أمامنا دقائق عشان نعمل فاصل ونعود المشاهد، فكده احكي لنا من ما دايرين نقول مواقف لأنه أنت مع كتاب الله، لكن ربما لك ذكريات كده يعني دائما وأنت تقرأ وفي رحلتك بتاعة الحفظ والعرض والتسميع وكده بتاعه والإجازات، قد تتذكر شيء من ودائما تقول سبحان الله. فماذا تذكر لنا من الأحداث والمواقف التي لا تنسى في رحلتك القرآنية؟ والله والله يا أخي ما يعني سبحان الله، يعني يمكن لعلي أقول يعني الواحد سبحان الله من حفظ أول 5 أجزاء يعني وراء نفسه إنه سبحان الله أن الأمر سهل. فكان في يعني حتى الشيخ كان الله يجزيه خير يعني يوصيني إن أنا أحفظ زيادة وكذا، لأن أيوة أنت ما شاء الله ماشي كويس وكذا. فظنيت إني أقدر إني أحفظ وكذا، لكن بالأخير استصعب يعني موسى، لأنه أخذ زيادة عن الحد المفروض أخذه. يعني مثلا الآن أنت لو أنت عندك مقدار معين ففيك تضبطه وكذا، لكن إذا مثلا أردت أنت 10 صفحات في اليوم فممكن يكون يعني طموح عالي. فكان سبحان الله فبعض المرات أجي للشيخ أقول له معلش يا أخي سامحني ما حفظت القدر اللي اتفقنا عليه، فنرجع تحت شوية. فهذه من الحياة الجميلة اللي يعني وسبحان الله يعني لأنه أنت خاصة لما تبدأ وكذا تريد أن تتم، يعني سبحان الله يعني انك تختم القرآن هذا شيء يعني شرف يعني. كمان في عمر متقدم شوية. أنا بدأت فيه نعم من غير ذكر قبل دخولك الحياة الزوجية أستاذ فخري ولا بعده؟ أنا 2014 يعني من 8 سنوات. بس أنا زي ما قلت لك يعني سبحان الله بداياتنا كانت لكن كان الحفظ هذا متناثر هنا وهناك بإذن الله. نعم. فكان يعني بدأ مثلا من البداية الأخيرة هذا كان مع الشيخ، وإلا
كم مرة ما شاء الله تبارك الله حفظنا يعني فوق 10 أجزاء يعني هنا وهناك، وكان تسميع ما شاء الله لنا تسميع دوري يعني كل أسبوعيا وكذا نحفظ مثلا 10 صفحات أو جزء أو كذا. وكان الله يجزيه خير يعني، هم لولا الله ثم هم يعني ما كان. الله نحيي شيخنا عيسى موسى وجزاه الله خيرا وإحسانا، وإن شاء الله تعدنا أستاذ فخري يوم كذا نحاوره إن شاء الله. والله الشيخ كريم في وقته وجدا متعاون، ويعني ما أظن بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. طيب شيخنا العزيز، ما رأيك إنه ناخذ فاصل كده قصير لمدة دقائق كده ونعود؟ مشاهدينا الكرام، لازلتم مع حلقة خاصة في برنامج مع اللغة العربية، وعنوانها نحن والقرآن الكريم. في هذا الشهر المبارك تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجزاكم الله كل خير على المشاهدة والمتابعة. لحظات ونعود إليكم معا بإذن الله. المشاهدون الكرام، ها نحن عدنا وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجمعنا وإياكم على خير، ومعاكم صاحب الابتسامة والوجه الجميل أستاذنا فخر الدين عبد القادر أبو بكر حدقي، المشرف على مدارس الجاليات الإثنية بولاية فيكتوريا في أستراليا. مرحبا بك شيخنا وأستاذنا حبيبنا. نبدأ برضو بما بدأنا به الحديث، وخير ما يبتدأ به دوما هو القرآن الكريم، فسمعنا شيء وجزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أحسنت بارك الله فيك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جزاك الله خير أستاذنا وشيخنا فخر الدين عبد القادر. أستاذ فخري، الذي يحفظ كتاب الله أي كلام الله سبحانه وتعالى ليس كمن لا يحفظه وهو يتحدث اللغة العربية، والكلام كلام الله سبحانه وتعالى هو أفصح الكلام، وأفصح ما شهدته العرب هو القرآن الكريم والكون كله، وليس هنالك بعد فصاحة هذه اللغة من كلام الله في القرآن الكريم، ليس بعدها من لغة فصحى، وهي أغنى وأشرف وأفصح لغة، وأنت أدرى بذلك شيخنا الكريم.
فحفظت كتاب الله هم فصحاء هذا العصر، ويتحدثون، يمتلكون أدوات التعبير. أستاذ فخري، يعني كيف فصحك هذا القرآن الكريم في حديثك؟ صحيح في المجتمع أو نتكلم دارج وكده، لكن ما في شك إنه اللي في صدره هذا الكلام هو فصيح في تعبيراته. وأنا طبعا ما أذيع سر، أنا والأستاذ فخري متواصلين، فبيندح منه الكلام كاللآلي. وما كنت بعرف حقيقة إلا قريب عرفت يعني إنه أستاذ فخري حافظ لكتاب الله والحمد لله. فكنت أقول من أين له ذلك الكلام، فعرفت السر. تفضل أستاذ فخري في الفصاحة التي يتميز بها حافظ كتاب الله. جزاك الله خير هذا على الكلمات الجميلة، وما غتني بالسؤال أنت، لكن وكما أقول أنا والله عندنا سؤال خارج خارج الكتاب. جزاك الله خير. والله لست أهلا بأن أرد على هذا الكلام، لكن سبحان الله حافظ يعني القرآن جميل سبحان الله، وهو أصل اللغة العربية. بل علماء النحو يعني والبلاغة وكذا لما يريدوا أن يمثلوا بشيء يرجعوا إلى القرآن الكريم. فهو يعني سبحان الله، وإن كان هو كلام الله وكذا، إلا أنه هو يعني سبحان الله يعني كل القواعد اللغة العربية والفصاحة وكثير من الناس الآن تلاقيهم في استشهاداتهم دائما يعني إيش يعني يستدلوا بالقرآن. فسبحان الله يعني ترى سلاسة في الكلام وكذا، لأنه سبحان الله يعني ذكروا حافظ القرآن أظن يعني الكلمات القرآن يعني أظن جمعوها فوق 16,000 كلمة أو ما شابه ذلك، أو يعني ماني دقيق في الكلام هذا، لا يعني تأخذ. بس تخيل أنت إنسان يكون في صدره هذا الكم الهائل من الكلمات والمفردات، اللي هي كل كلمة يعني ما شاء الله تبارك الله تحتاج يعني بعض المرات أهل التفسير لما يفسروا جملة واحدة يعني آية واحدة تكون ما شاء الله يعني كتيب كامل وكذا. فالفاتحة مثلا يعني تكون مثلا جملة بسيطة، لكن سبحان الله يعني يقولون مثلا في كأنه هو في قصة سيدنا سليمان وكذا، يعني ذكرها فقط كأنه هو يعني جمعت يعني كلام كثير يعني يطول المقال يعني في بس فصاحة يعني. وأنا أظن قارئ القرآن أو إخواننا مثلا المشايخ وكذا، سبحان الله مع تدارسهم للقرآن والتفسير وكذا ترى سلاسة وجمال في كلامه. أنا سبحان الله أذكر دائما الشيخ المفوه توفيق الصائغ يعني الله يحفظه، هذا يعني نعم رافع راسنا نحن الإريتريين صراحة، نحن الإريتريين حييه والله. نعم يعني لما تستمع لكلامه ما شاء الله تبارك الله. وهذا ما يعني هذا كله بفضل القرآن، لأنه سبحان الله يعني جعل في لساني سبحان الله يعني نبرة وجمال وفصاحة، ويعني ولا أقول يعني أوتي جوامع الكلمة هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله يعني استدلالاته وكلامه وكذا. فقارئ القرآن يعني هكذا يعني دأبه أنه يكون دائما ما شاء الله تبارك الله فيه. لكن في الآونة الأخيرة لأنه قل استخدام اللغة العربية، وهذا الشيء اللي سبحان الله يعني محسوس الآن، يعني العامية طغت، فقل ما ترى الإنسان يتكلم العربية. لذلك سبحان الله يعني بعض المرات الواحد يرفع وينصب كيف شاء متى شاء، لا اعتبار للغة وكذا أفدت كثير. أفدت كثير. نعم أفدت كثير، استفدت كثير في نعم. فسبحان الله انعكس ذلك على برضو علاقتك باللغة الإنجليزية أستاذ فخري. يعني الذي يفهم اللغة العربية ويتعامل باللغة الإنجليزية هو أفضل مما واحد عارف اللغة الإنجليزية بس، لأنه أنت عندك مصدرك أغنى من اللغة الإنجليزية. سبحان الله. قالوا هذه الدراسة أنا لأنه جزء من عملنا في إنه هو يعني كيف بروموت تعلم اللغات، اللي كيف إنك أنت تحفيز خاصة أولياء الأمور إنه يعني إيش يحفزوا أبنائهم للتعلم اللغة. وقالوا الطفل هذا الذي يتكلم أكثر من لغة، تخيل أنت معي طالب يعني غير إنه خاصة اللغة العربية هذه يعني سبحان الله يعني
كما ذكرنا انه الطفل يكون ما شاء الله تبارك الله يعني فائت من حوله من الطلبه وكذا، لكن تعلم اكثر من لغه ذكروا انه الطفل هذا اللي يسموه اللي هو شفت سويتش من لغه للغه ثانيه للغه الانجليزيه، لما الطفل بتلقائيه يعملها هذه البرين يكون ما شاء الله الدماغ عنده ما شاء الله شغال 180 درجه كما يقولون، يعمل يعني يغير من لغه للغه، ويجيك طفل ما يعرف الا لغه واحده، حتى يقول في نظام الدماغ عنده يكون سبحان الله يعني. لذلك تاتي على المواد الثانيه اللي هي الرياضيات واللي ما لها شيء باللغه يكون ما شاء الله استيعابه وفهمه اسرع، لانه الدماغ اوريدي متمرس انه يعمل عمليه نعم. ترجمه وكذا. اللغه العربيه طبعا يعني وإن كان في هذه النقطة يعني نحن في دردشة إنه صعبناها على أبنائنا وصعبناها نحن الآن، يعني مثلا حتى بعض الناس يضحك على لما تتكلم باللغة العربية الفصحى، يضحك على يعني لأنه تتكلموا في إيش أنتوا على قولهم يعني لأنه خلاص صارت الآذان لا يعني ما تميز هذه اللغة، فنحن صعبناها على أبنائنا، وإلا هي جميلة سهلة سبحان الله تفيد الطفل يعني في نشأته في حتى هو كيف يعني مثلا يعني بالانجليزي يقول لك how you conduct yourself، كيف انك انت مثلا يعني تقدم نفسك. يعني لما من يومين ذكر احد الاطفال في المسجد عندنا في التراويح قام وقال كلام باللغة العربية، فكان الناس كلها مبهورة لأنه ما تعودنا هذه الأمور. يا سلام. نعم، بارك الله فيك أستاذنا فخري. الآن كده نجي برضو في مجال إشرافك العام لمدارس الجاليات الإثنية بولاية فيكتوريا. أين اللغة العربية في هذا الإشراف العام؟ فدايرين نخش في صميم العمل، وبرضو دايرين نطمئن يعني إنه مدارس اللغة العربية كما أشرت إنه بالنسبة للجالية الإثنية ما كثير، لكن في خارطة العمل الإثني جميل والجاليات موقع اللغة العربية كده. شوف الجميل في الأمر، شوف في إيجابيات وفي سلبيات، أكون واضح معك. اللغة العربية تعتبر السادسة أو السابعة في الولاية، أنا أتكلم على من ناحية التعلم، لأنه مثلا اللغة الصينية ثم الفيتنامية ثم الكريغية، كنا نحن العربي، ثم اللي هي التامل، هذه اللغة اللي في سريلانكا. تيمورية. أيوه مش تيمور، تامل هي ما هي تيمور. هذه هي التامل اللي هي يتكلموها في سريلانكا، بعضهم اللي هم أوكي أرق كذا التامل يسموهم في سريلانكا، بس اللغة يسموها تامل أظن. فالشاهد من الكلام اللغة العربية طبعا لأن الجالية العربية في استراليا كبيرة، يعني تعتبر يعني ما هي يعني مقارنة مثلا بالجاليات الثانية طبعا. أستاذ فخري. نعم كما قلت إنه هي اللغة العربية هي تعتبر الخامسة، فهذا الشيء مبشر. إلا إنه السلبي في الأمر إنه طبعا كما تعرف هنا من المستوى اللي يسموه اللي هو التمهيدي حتى الثاني عشر، للأسف أغلبية المدارس تقف على السنة 10، ما تصل للير 12 اللي هي الآخر اللي هي الثانوية العامة. الطلاب كما هو معروف فيهم يأخذوا هذه اللغة، تعتبر جزء من المنهج، فحتى عليها درجات وكذا ولها درجات عالية. إلا إنه كثير من الطلاب للأسف يقف على السنة 10، فما في تكملة، لأنه حتى تكون كمدرسة تعلم اللغة العربية في المستوى الثاني عشر يكون في تسجيل خاص. وللأسف جماعتنا مدارسنا العربية من كسلها من ما عرفت إيش ما مع أنه التسجيل مو بهذاك الصعوبة، إلا إنهم سبحان الله. فلذلك الطفل إذا رأى إنه ما لها مستقبل، يعني أنا ما أقدر أخذ الهم الثاني عشر، فليش أتعب حالي؟ أروح أعمل لي فرنسية درجاتها أعلى، أو أعمل لي ألمانية أو يابانية أو صينية وأخذ درجات أعلى، بدل ما أني أبدأ شيء ليس له نهاية. أنت فاهم علي؟ يعني أنا ما أقدر أكمل عليها. فللأسف لذلك في تطهر
في اللغة العربية من هذا الجانب، لأنه ما لها مستقبل. يعني نتكلم يعني مثلا عندنا أكثر من 15-18 مدرسة عربية في الولاية، إلا أنه واحدة أو اثنين اللي هم اللي لهم الأهلية أنهم يدرسوا لما الثاني عشر. فهذه مشكلة. نعم. أما إذا تكلمنا عن الجالية الإريترية، الجالية الإريترية كده بشلين الجالية الإريترية دي وجعنا. الجالية الإريترية للأسف كان عندها بالمناسبة الجالية الإريترية، نتكلم عن المدارس اللي هي تعتبر خلاوة، اللي هي الخلاوي اللي هي درس اللغة العربية والتربية الإسلامية والوطنية وكلام هذا. بدأت من القديم، بدأت من التسعينيات، من بدايات التسعينيات. لكن للأسف في حين كل المدارس طالعة بخط أفقي كده على الأعلى، مدارسنا ماشية سبحان الله، ماشية بالعكس للأسف. يعني ممكن مجموعة الطلاب الإريتريين اللي عندنا مسجلين ممكن ما تتجاوز 400 طالب، في حين جاليتنا الكبيرة، جاليتنا يعني الإريترية في فيكتوريا أظن في أكثر من 3,000 أو 4,000 طفل. لكن العدد الطلاب الملتحقين بمدارس اللغة العربية الإريترية قليلة جدا يعني. نعم. فللأسف هذا تقصير من الجالية أو تقصير من أولياء الأمور أو تقصير من ما أعرف، لكن في تقصير للأسف. ونحن كما قلنا مشاهدي الكريم، العنوان الذي وضعناه نحن والقرآن الكريم، ولا يمكن أن تدخل إلى القرآن الكريم بغير اللغة العربية. ولذلك هذا المفتاح أيها المشاهدون الكرام. وعبر هذا البرنامج يعني نهيب ونخاطب الجاليات الإريترية أينما وجدت، خاصة في دول المهجر، أوروبا، أمريكا، أستراليا، حتى إفريقيا وغيرها. ناس الداخل ديل، والله أنا دائما أقول ناس الداخل ديل هم يعضوا على المسائل بالنواجز وممسكين بهذه اللغة، متمسكين بها. لكن مشكلتنا نحن في الخارج لأنه بتلخمنا اللغات الأخرى. فأيها الناس علموا أبنائكم العربية لكي يكونوا من حفظة كتاب الله، لأنه هذه اللغة هي المفتاح لفهم كلام الله. فيا ريت أستاذ فخري وصية كده تقدمها للإريتريين أينما وجدوا، التمسك بهذه اللغة العربية يدخلك في حظيرة القرآن والإسلام وفهمك لكتاب الله. يعني والله يا أخي هذه طبعا أنا يعني المسألة هذه المفروض تكون في قلب كل مسلم إريتري، إنه يعني اتصال ابنك أو بنتك مع هذا الدين ومع هذا القرآن ما يتم إلا عن طريق هذه اللغة. من المحزن يعني إحنا الآن في شهر القرآن نرى ناس، والله يا أخي أنا أصلي مع ناس ما شاء الله عندنا في الجامعة عندنا يصلون جزء كامل في الليلة. وترى ما شاء الله تبارك الله الإخوة الباكستانيين والهنود والجاليات الأخرى يعني يصلون وكذا، وأنت سبحان الله تحزن على حالهم إنه ما يفهموا ولا كلمة من هذا القرآن. للأسف إذا لم يعني نهتم، لكنهم خاشعين يستمعوا ويصلوا. أيوة جزاهم الله خير، يعني هم بيقوموا باللي يقدروا عليه. لكن جانب كبير اللي هو التفاعل مع هذا القرآن، يعني تمر عليك آيات الجنة ولا تحس بشيء، لأنه هم مساكين ما فاهمين، وتمر عليك آيات العذاب ولا في شيء. فمشكلة. وللأسف نحن أبنائنا واقعين في هذا الخطر إذا لم يعني فعلا نتدارك هذا الأمر. وخاصة الإخوة القائمين على الجالية الإريترية في أنا أتكلم ليس فقط في فيكتوريا ولا في استراليا بل في العالم كله. المفروض نضع خلافاتنا على الجنب ونهتم بهذا الأمر. هذا الأمر اللغة العربية وأمر القرآن يوحدنا، لأنه فعلا خطر يعني سيلمس كل بيت، حيدخل على كل بيت، لأنه كلنا ما شاء الله تبارك الله عندنا أطفال. وهذه يعني وجهد الفردي ما يستقيم، لأنه أنت يعني مهما حصل ما حتغطي هذا الأمر. لازم يكون في تكاتف، وصلى الله يعني يبصرنا بعيوبنا ويفتح يعني ويوفقنا إن شاء الله. آمين. طيب أستاذ فخري، نحن باقي لنا زي دقائق كده بعون الله وفضله، ونحن والله نشكرك. هذا البرنامج يسجل ليلا والرجل موظف وشغال، ولكن ليس بالأمر إلا أن نجلس وإياه في وقت آخر بنسجله، وجزاك الله كل خير. فبرضو نحن دايرين بيوتنا يعني يلهج فيها الناس بالقرآن الكريم. أحيانا أستاذ فخري
حتى الوسائل الحديثة الموجودة ما بنستخدمها في تعمير بيوتنا، فتح القرآن الكريم أو تلاوة شيء من القرآن الكريم. نخلق أي مناسبات مفروض يعني على الأقل يكون عندنا جزء كده إن شاء الله صفحة واحدة نقرأه. فأهمية أن يكون القرآن الكريم هو لغة البيت ودائر في أزقة البيت هنا وهناك. دي برضو أستاذ فخري يا ريت تدي فيها كلمة. أبشر أنت موجود أستاذ فخري، يعني وصية إنه كيف نعمر بيوتنا بكتاب الله. والله يا أخي يعني كما ذكرت يعني البيت الذي لا يكون فيه قرآن هو بيت خرب للأسف. وسبحان الله لعل كثير من المصائب التي الآن في بيوتنا أنا أظن أنها ترجع لأنه لعدم وجود القرآن. القرآن لا يتلى في البيت، فلذلك الشياطين تحيط بنا من كل جانب، نسأل الله العافية والسلام. لكن سبحان الله، ولذلك البيت الذي فيه القرآن فيه هو بيت عامر تحف الملائكة، تنزل فيه البركات والسكينة. فأسأل الله يعني وأنا أذكر طبعا نفسي أولا إنه لأنه في تقصير فعلا من هذا الجانب. نعم. يعني يكون في دروس مثلا إذا لم تكن يومية أقل شيء أسبوعية جلسة، يعني كذا العائلة تتذاكر، يعني تقرأ كتاب الله، تتمعن في آياته، تعلم أبنائك كيف القراءة. سبحان الله الآن في أساليب يعني جميلة في الإنترنت، يعني مثلا يعني يعتبر أبليكيشن أبس، يعني تنظيمات يعني تعلمك كيف هذا تدرب الطفل على القراءة وكذا. في جزاهم الله، حتى إذا الإنسان عاجز أن يقوم بهذا الدور لعله ممكن يستفيد من خبرات الآخرين في شيوخ عن طريق الأونلاين، عن طريق الزوم الآن ما شاء الله دروس وكذا. أظن الناس ما عندها أعذار يعني الاستفادة منها. نعم. نعم. بارك الله فيك حبيبنا الغالي الأستاذ فخر الدين عبد القادر أبو بكر حدقي، المشرف على مدارس الجاليات الإثنية بولاية فيكتوريا. جلسنا وإياه في جلسة قرآنية وهو حافظ لكتاب الله، شنفت أسمعنا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. وطبعا زي ما قلت أستاذ فخري أن الذي في صدره 6,000 آية من كتاب الله الكريم، وهذه 6,000 كما يقول العلماء ليس فيها تكرار، كل آية فيها أحكام وفيها، وبالتالي هو بيتحرك بذخيرة لغوية معرفية إيمانية علمية فكرية لغوية حضارية في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يعني ربطا بالسمو والتسامي وفي مصاف العليين من الحفظة وقراء كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا والله سعدت بلقائي معك أستاذ فخري، ولا أشك أن المشاهد الكريم سعد بك، ولكن أعدنا ليكون عودك أحمد بالنسبة لنا أن نلتقي وإياك في لقاءات قادمة بإذن الله في القرآن الكريم وفي قضايا القرآن. وإن شاء الله الجمعية اللي اقترحناها، جمعية حفظة كتاب الله في ولاية فيكتوريا، نشوفها والله وندشن، نحتفل بكم والله بجد إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير أستاذنا الإعلامي الكبير أستاذ أحمد على حسن ظنك فيه أولا واستضافتي معك. أنا هذا شرف لي، وأنا سبحان الله يعني كما ذكرت أقل من أن أكون معكم أولا ثم أن أتكلم عن القرآن. لكن جزاك الله خير، استفدت كثيرا من لقائي معك. ولعله آخر نقطة ذكرتها اللي هي تدشين هذه الجمعية تكون نقطة انطلاق، إنه فعلا تكون يعني شيء مشرق لنا كإريتريين في هذه البلاد أن نهتم بالقرآن وأهل القرآن. وأسأل الله العظيم أن ييسر هذا الأمر وتكون أنت يعني إمامنا فيها إن شاء الله بإذن الله تعالى. لا والله نحن نجيكم إن شاء الله. نحن يعني مش أقول لك جمعية كذا كذا وأصدقاء، نحن نكون من أصدقائكم إن شاء الله. الله يجزاك خير. ونشرف والله نتشرف بكم أنتم أهل الله وخاصته. الله يجزاك ربنا يسهل لنا إن شاء الله نكون قريبين منكم، ولكن لسنا بعيدين بإذن الله، ونكون معكم وإياكم وندفع بكم والله إلى الأمام. الله
أنتم خير من يستند إليه ويعتمد عليه، ونفوض الأمر إليه بعد الله سبحانه وتعالى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر الكلام نختم بما كان يختم به أهلنا أيام رمضان. أستاذ فخري، أنت زرت إريتريا أستاذ فخري؟ والله للأسف يعني، ووددت لذلك، لكن للأسف لم إن شاء يكتب. الله إن شاء الله تتطهر البلاد وتتحرر وتعود شيخا قارئا مقرئا إن شاء الله. وفي البلاد هنالك من يحفظ هذا الكتاب الكريم، نحييهم من هنا. فدائما كنا نقول في أيام رمضان سبحان الملك القدوس، سبحان الملك المعبود، سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح، أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان. أستاذ فخري، أنت رجل في قلبك القرآن، فنختم بالدعاء معك. فماذا أنت لنا داع، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. فأدعو ونحن إن شاء الله نؤمن خلفك. جزاك الله خير أستاذنا أحمد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأنت أحق من عبد وأعظم من سئل وأجود من أعطى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا جبارا إلا قصمته وكسرته بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك، وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخنا الأستاذ فخر الدين عبد القادر أبو بكر حدث، بارك الله فيك، وهو المشرف على مدارس الجاليات الإثنية بولاية فيكتوريا وحافظ لكتاب الله. كنا معه تحت لقاء عنوانه نحن والقرآن الكريم. نسأل الله أن يجمعنا بك في عليين في مستقر رحمته بإذن الله، ويجمعنا مع كل حفظة كتاب الله. في الختام سيداتي آنساتي سادتي، مع أخي عزيز فخر الدين، هذا أحمد شريف يحييكم من قناة سلام الإعلامية برفقة الزملاء في الطاقم الفني والإشراف والإدارة. ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذنا فخري.